والله حتى الورقه لا نجم نقرا فيها والله. امان بشويه امان. زيد وخلي شويه كذا. شويه وجدي شويه وجدي. يا ولاد يا ولاد شويه امان شويه امان ولاد شويه حس. وجدي هبط لجوه وجدي. هبطت سامحني. يا وطني يا باش نبدا هاي هاك شوي وجهي ها معلم بعد اسمع كل زوز يشدوا مترو مع بعض لا يشد معاه هكا مش نخسر كيما تعرف ابلود كيما شفت بلال نحب نشكركم ساعة على وجودكم وعلى متابعتكم وهذا حقكم في إنارة الرأي العام وإنارة كل الناس اللي تتبع في العملية. احنا كما تعرفوا قلنا البارح بالنسبة للعملية هذه بدات اثر معلومات استخباراتيه وقامت قوه امنيه بالقاء القبض بالقاء القبض على زوز عناصر ارهابيه في ولايه قبلي. زوز عناصر هذوما ارهابيه قاموا بقتل حارس قبل عمليه ايقافهم. بعد ذلك كنا عندنا المعلومات الاكيده عن تواجد مجموعه ارهابيه على مستوى وادي النيل. ما كناش عندنا بطبيعه الحال ما كانش عندنا بالضبط مكان المنزل. على اثر عمليه الايقاف نتاع زوز عناصر ارهابيه الهاشمي المديني تم معرفه تقريبا المكان اللي احنا فيه اللي هو في شباو وادي النيل وذي اللي تبعد تقريبا 30 كيلومتر على العاصمه تونس. قامت وحدات الحرس الوطني الوحدات الخاصه للحرس الوطني تقريبا لمده اكثر العمليه دامت 26 ساعه او معناها 27 ساعه. قامت بمحاصره هذا المنزل اجبار العناصر الارهابيه المتحصنه داخل المنزل على تسليم انفسهم الا انهم ابوا ذلك. تواصلت العمليه نتاع المفاوضات معاهم طيله الساعات هذه كل توقفت تقريبا على الساعه 2 فجرا اليوم المفاوضات معاهم الا انها معناها ظنينا احنا انه العمليه انتهت الا انه معناها الصباح تقريبا على الساعه 7 صباحا تواصلت معناها العمليه نتاع المفاوضات مع العناصر هذه. لهنا اللي نحب ندق شنو اللي يحصل بالضبط. بالنسبه لنا احنا قامت الوحدات الخاصه اكثر في الاقتراب للمنزل. المنزل هذا تخباو فيه على مستوى احد الغرف اللي هي معناها المطبخ. تخباو العناصر الارهابيه كل تخباو على مستوى المطبخ هذا. حاولت الوحدات الخاصه عملنا معاه نيغوسياسيون اخرى دون اللي البارح جبنا عائلته جبنا لهم امهم جبنا معناها اخ احد الفتيات الموجوده غادي. اليوم الصباح جبنا العنصر الارهابي اللي تم القاء القبض عليه في قبلي واللي هو يعتبر قائد المجموعه ذي باش يتفاوض مع الزوز عناصر الارهابيه اللي هما ايمن وحسام. الا انه الزوز عناصر قاموا حتى بتكفير سي هذا الارهابي الهاشمي المديني كفروه وما حبوش يستسلم. شنو حصل تقريبا منذ ساعه من هنا معناها قامت احد النساء الموجوده في المنزل بالخروج من المطبخ على مستوى الهول هذا اللي موجود في المنزل وقامت باطلاق النار على الوحدات الخاصه للحرس الوطني. بطبيعه الحال تم تبادل اطلاق النار واسفرت معناها العمليه على القضاء على 5 نسوة وتنفسر بعد كيفاش 5 نسوة والقضاء على العنصر الارهابي ايمن. طبعا بعد نزيد نعطيكم اكثر تفاصيل. كذلك بالنسبه للعنصر الارهابي الثاني حسام معناها مصاب تم معناها القاء القبض عليه مصاب وتم نقله للمستشفى. فما امراه معناها قعدت حيه ومصابه اصابه على مستوى الكتف وتم نقلها للمستشفى. المهم هنا باش نجيو احنا علاش قعدنا المده هذه كل عندنا زوز اطفال موجودين داخل المنزل. وزوز اطفال هذوما هما تابعين العائله هما ابناء الارهابي الهاشمي المديني اللي تحب نعرفوه. هذا مصور وكنا استعملنا حتى الكاميرامان نتاع التلفزه الوطنيه وعندنا زاد احنا وثقنا احد النسوه نتاع العناصر الارهابيه خرجت ولدها معاها وتضرب بالرصاص. احنا كان ينجموا يخليوا الاطفال للداخل الا انه الحرس نتاع الوحدات الخاصه نتاع الحرس الوطني احد الابطال نتاع الحرس الوطني عملنا انزال في وسط معناها المطبخ وتمكنا من انقاذ الطفل معناها انقذناه حي. كذلك بالنسبه للفتاه عندها اصابه على مستوى الراس تم انقاذها كذلك وثم زوز صغار. المهم بالهنا نحبوا نوريو الجانب
اللي خدمته اكثر من جانب انساني، لانه راهو الناس تتفرج وتشوف راهو عمليه ريسك كبيره ياسر خذتها الوحدات الخاصه نتاع الحرس لانقاذ زوز اطفال قدام العالم الكل. احنا قمنا بانقاذ زوز اطفال هذوما، وكانت عمليه معناها نوعيه، عمليه تاريخيه اللي نحبوا نبينوه قدام الناس الكل، وباش تسمع العباد الكل راهو معناها لعبنا كنا نجموا ننهيوا العمليه منذ الساعات الاولى، لانه احنا كتوانسه قبل كل شيء، واحنا معناها قوات الامن الداخلي، واحنا كوحدات خاصه قمنا بالدور هذا وانقذنا زوز اطفال. بالنسبه للطفل هذا معناها حالته لاباس الحمد لله، وبالنسبه للطفله الصغيره عندها اصابه. تشوفوا هنا نحب بالنسبه للامنيين دقيقه بالله نكملوا بعد.